في البداية ما تنساش تدعمنا بلايك للفيديو وباشتراكك في القناة، وعلشان يوصلك كل جديد بنقدمه ما تنساش تفعل زر الجرس. هشام نصر يطمئن جمهور الزمالك، سنحصل على الرخصة الأفريقية. أكد هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك إن الموسم الحالي كان من أصعب المواسم اللي مرت على النادي، خاصة مع أزمة سحب أرض النادي والأزمات الكتير اللي واجهت الإدارة، لكن رغم كل ده الفريق قدر ينافس بقوة على بطولتين وينهي الموسم بالتتويج بلقب الدوري المصري. وقال هشام نصر إن مجلس الإدارة تمسك بالصمود وما كانش قدامه غير إنه يكمل وسط الظروف الصعبة، موضحا إن الإدارة فضلت تشتغل في هدوء ومن غير دخول في أزمات إعلامية، رغم إن كان في أوقات لازم يوضحوا فيها بعض الأمور لجمهور الزمالك. وأشار نائب رئيس الزمالك إن الفريق عنده عناصر مميزة جدا سواء من اللاعبين المحترفين أو الجهاز الفني والجهاز الطبي. كمان طمن الجماهير بخصوص الرخصة الأفريقية بعد ما الإدارة خطبت الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف لمد المهلة الخاصة بالملف. وفي ختام كلامه كشف هشام نصر إن إدارة الزمالك عندها خطط كتير للفترة الجاية من أجل تطوير النادي، مؤكد إن هيكون في اجتماع مهم مع معتمد جمال وجون إدوارد بعد نهاية الموسم لحسم ملفات مهمة تخص فريق الكرة والاستعداد للموسم الجديد.